لينضم إلينا من هناك الناشط الإعلامي محمد الحسن الناطق باسم فريق نبض الساحل. حياك الله أخي. الله أخ أبو حفص. لو تطلعنا على آخر التطورات والمستجدات لديكم الميدانية والعسكرية في اللاذقية وريفها، تفضل. نعم أخي، شهد ريف اللاذقية منذ الصباح قصف استهدف قرى جبل الأكراد من مرصد بارودة بالمدفعية الثقيلة والدبابات، وشن الطيران الحربي والمروحي أكثر من 4 غارات استهدفوا مصيف سلمى وأسرات حلب اللاذقية، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 3 شهداء وجرح 7 أشخاص على الأقل، ومما أدى إلى نشوب حرائق في المنطقة. أما في مدينة اللاذقية شنت قوات الأمن والشبيحة حملة اعتقالات عشوائية في حي الرمل الجنوبي طالت الشبان بحجة بهم إلى خدمة الجيش وزجهم في المعارك. أيضا يشهد الساحل السوري منذ أسبوع تحركات عناصر روسية في محافظة اللاذقية وجبلة وطرطوس أيضا، ورصد لآليات ومعدات روسية بالقرب من مطار ميم ومرفأ طرطوس. وصل اليوم أيضا عربة من بي ار على أسرات حلب اللاذقية متجهة إلى جبهات الريف، ووصول طائرات وارجات إلى مطار ميم في جبلة ومرفأ اللاذقية وطرطوس. وأفاد ناشطون أيضا رصد لتدريبات عسكرية في طرطوس بالرصاص الحي، ووصول أيضا دعم لوجستي يتمثل بوصول طائرات سفن محملة بأسلحة وذخائر للساحل السوري. أيضا قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن نشر سوريا معدات عسكرية ثقيلة ينبئ بعزم موسكو إلى إقامة قاعدة عمليات جوية قرب اللاذقية. وأوضح المتحدث جيف دافيس في إفادة لصحيفة رويترز قائلا: شاهدنا التحرك لأناس وأشياء فيما يشير إلى أنهم العناصر الروس يعتزمون على استخدام القاعدة جنوب اللاذقية كقاعدة عمليات جوية أمامية. وفي وقت سابق قال مسؤول أمريكي أن 7 دبابات روسية شوهدت في المطار القريب من اللاذقية معقل الأسد الذي لا يزال في قبضة القوات السورية. ونشرت أيضا روسيا أيضا في وقت سابق نحو 200 عنصر من المشاة البحرية في المطار، وكذلك وحدة سكن مؤقتة ومحطة متنقلة للمراقبة الجوية ومكونات لمنظومة الدفاع الجوي. كما صرح بوتين واعترف بدعمه لنظام الأسد، مبرر ذلك بمكافحته للإرهاب في المنطقة ومحاربة داعش. أخي، على نعم. منبركم ناشد جيش الإسلام والفرقة الأولى الساحلية وجميع الفصائل لقصف مطار حماميم وقصف مرفأ طرطوس واللاذقية وصواريخ الجراد. النظام يحشد عناصر روسية في هذه المناطق. نناشد جميع الفصائل لفتح جبهة الساحل وعمل غرفة عمليات مشتركة لفتح جبهة الساحل وقلب أوراق النظام الأسود والملا. نعم أخي محمد الحسن، هناك كان ناشطون وثقوا من داخل مدينة جبلة الأمامية أن هناك طيارون روس قد شاركوا في العمليات العسكرية في المعارك الأخيرة التي دارت في نبي يونس هناك حقيقة. وأيضا هناك يتم إطلاق صواريخ من بوارج روسية من الساحل الشامي الساحل السوري. نعم نعم أخي، رفض يوم أمس إطلاق صاروخين من إحدى البوارج الراسية في مرفأ طرطوس مقابل نادي الضباط لإطلاق صاروخين من هذه السفينة اتجهوا نحو الداخل. أيضا سمعت على قبضات التجسس من المحادثات لضباط روس وعناصر روس مسموعة بشكل واضح في اللغة الروسية، لا سيما يتكلمون مع البوارج الحربية والقيادات المتمركزة في الساحل السوري. نعم محمد الحسن الناطق الرسمي باسم فريق نبض الساحل من ريف اللاذقية كان معنا، لك جزيل الشكر. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا ونصرا مؤزرا يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يعجل بالفرج ويرفع الكرب عن أهلنا في سوريا جميعها ويكفيهم شر أعدائهم ويتقبل شهدائهم ويشفي جرحاهم ويفك أسر معتقليهم ويردنا إلى حقيقة إلى ديننا الذي يجب أن نعتصم به حق اعتصام. وفي ختام مراسلون تحت النار لابد لنا أعزائي المشاهدين أن نشكر جميع الناشطين الإعلاميين، حقيقة بذلوا ويبذلون جهود مشكورة لإيصال المشهد، لإيصال الصوت والصورة إلى هذا العالم عبر شاشات وشاشة قناة السوري الحر الفضائية. أيضا أعزائي المشاهدين لكم تحية الطاقم الفني من قناة السوري الحر الفضائية. كان معكم أبو حفص، لن نلقاكم بغد جديد. دمتم بأمان الله.